السلام عليكم، معكم محمود الهيتي من جيم مصر. والنهارده لسه مكملين في عضله ترايسبس. في حاجه انا لاحظتها في الكتاب، وديت كنت اول مره اخد بالي منها يعني، بس دي شفت عشان ما بقول لك انا بتعلم وانتوا بتتعلموا، كلنا بنتعلم من بعض. في مصطلح او في تمرينتين احنا كلنا كنا في مصر وكنا بنفكر ان هما الاثنين بيشتغلوا نفس الحاجه. ايد المقلوبه بالمسطره والايد المقلوبه اللي هي الاتاتشمنت اللي هي الواحده بس. حلو كلام. انا عايزك بس تبص لهنا اهوت، هتلاقيها بيقول لك بتشغل الميديال هيد. احنا زي ما اتفقنا اللي هي الميديال هيد اللي هي من جوه، اللي هي ناحيه جسمك انت. لو بصينا في ديت هتلاقي من هنا اهوت lateral head، اطلع فوق كده اهوت على الرسمه، هتلاقي اللي هي المقبضه ديت. معنى الكلام ده ايه يا معلم؟ انت لو مسكتها من هنا اهوت من تحت زي ما اتفقنا في الفيديو اللي قبل كده ونزلت وطلعت، ده كده هتشغل الهيكل الميديال اللي هي من جوه. حلو كلام. لو غيرت المسطره وحطيت المقبض لوحده وبرضه لسه ماسكها مقبضه مقفوله ونزلتها وطلعتها، هتشغل معاك الراس اللي هي من بره اكتر من اللي جوه. فديت التمرينتين شكلهم زي بعض ما بين المسطره وما بين المقبضه الفرديه، بس بيشغلوا الاثنين بيشغلوا ترايسبس، بس بيشغلوا اكتر راس من الرؤوس مختلفه شويه. فانت على حسب انت انهم واحده فيهم اللي انت عايزها تختار اللي عليه. طبعا كلنا عارفين تمرين الترايسبس بالبار. ان شاء الله الفيديو الجاي هيبقى شرح كامل لتمرين الترايسبس بالبار، ان هي ليها طريقتين، طريقه بتنزلها لغايه مناخيرك وطريقه بتنزلها ورا دماغك. بس تعال نقول في ناس كتير ما بتحبهاش، ده يعتبر بديل ليها. بتجيب اللي هو الدكه بتاعت الكتف تحطها قدام الماكينه بتاعت الترايسبس وتقعد وبتمسك من بره هنا اهوت، ترجعها لغايه ورا فوق راسك تنزلها تاني، فوق راسك بتنزلها تاني. ودوت بيقول لك تمرين كويس جدا للناس اللي عندها مشكله بالبار وهي بتنزل، سواء في كحه او في اي مفصل. فده يعتبر تمرين اسهل شويه، مش اسهل للعضله، لا اسهل في المرونه بتاعتها وفي المفاصل نفسها، ما بيحطش ستريس جامد على المفاصل زي البار. يا رب الفيديو ده يعجبكم وان شاء الله مكملين على نفس النظام. يلا سلام عليكم.